لو أبي أوصف وضعي الحالي بكلمة واحدة، شنو ممكن أقول؟ ضايع إلى حد ما، لأن احنا كلنا نحب نكون على علم باللي بيصير، لكن مطمن بشكل كبير، لأن أملي برب العالمين كبير. إذا كانت في كلمة راح توصف حالتي الحين هي عايش، وجد عايش اللحظة، عايش الأمور مثل ما هي، ما أبي أي شيء يتغير ولا أني قد التغيرات اللي تصير. أحب أن الأمور تظل واضحة بشكل أقدر أني أستوعبه في حياتي، وأبتعد عن الناس اللي قاعدة تأذيني، لأن بعض المرات احنا نبي كل شيء يكون مقدور عليه. احنا ننحط بمواقف نقول بأن احنا ما راح نقدر نتحملها، وهذه المشاكل أكبر مني وأنا مو قد هالسوالف. لا، احنا قد كل شيء. الله ما راح يحطنا في أي موقف إلا لأنه يدري أن احنا قده وراح نقدر نعديه. عشان كذي الكلمة اللي ممكن هي توصف حالتي الحين هي بين ضايع مطمن وعايش. ضايع لما أكون حوالينك، لأني ما أدري شنو اللي قاعد يصير، ما أدري وين راح أروح معك، ما أدري إذا الأمور قاعدة تمشي لصالحي ولا مو لصالحي، ما أدري إذا أنا قاعد أشوف أن قلبك راح يكون ملكي في يوم من الأيام، ولا أنا مجرد شيء جميل أو حالة استثنائية قاعدة تصير في حياتك ممكن أن هي تعدي وتروح في يوم من الأيام. مطمن لأني أعرف نفسي بني آدم، أقدر أعدي وأقدر أروح وأقدر أمشي حياتي سواء معاك أو بدونك أو مع غيرك من الناس. مطمن لأني عارف قوتي، عارف إصراري، عارف بأن الدنيا أجمل من أني أنا أعلق روحي بقلب واحد وأظل مستمر عليه وغيره وغيره. عايش لأني عايش هذه اللحظة، عايش أني أنا أبي أكون معك، وعايش أني ودي أكون قريب منك. ضايع من إحساسك، مطمن من إصراري، وعايش كل لحظاتي الجميلة معاك. ضايع لأن ما أدري من أي باب راح أدش عشان أوصل حق قلبك المرة الجاية. مطمن بأني راح ألاقي طريقي وألاقي مفاتيح البابين. وعايش لأني قاعد أشوف العيشة معاك هاليومين حلوة. ضايع لأن أنا قاعد في صراع بين قلبي وعقلي، عقلي يقول لي يوز وقلبي يقول لي حبه. مطمن لأني أنا في كل مرة تبعت واحد فيهم ما دخلني بطوفة، أنت بعت عقلي قال لي صح، أنت بعت قلبي قال لي صح. عايش لأن بأمور المنطق أعيشها صح، وبأمور الإحساس أمشي ورا إحساسي صح. 3 كلمات قاعدة توصف إحساسي الحين. لو كانت جملة شنو ممكن تكون؟ بكل بساطة بتكون قرب شوية أكثر. أبيك أنت تضيع، أبيك تضيع بعيوني، والكلام اللي قاعد أقول لك يا عيوني وأنت مو عارف تحس فيه. وهم بيك تطمن لأني راح أشرحك عدل، وراح أحبك عدل، وراح أوفي لك. وأبيك تكون عايش، وأبي تشوف العيشة فيني، وأبي تشوف العيشة معي. أبي هال3 كلمات هذيلا هم يدشون داخلك، يتغلغلون فيك مثل ما هم معذبيني. وضعي الحالي قبل ساعتين كنت في هالمرحلة، وهالساعتين كنت في هالمرحلة، وبعد شوي بكون في هالمرحلة. ولكن لو بلخص هذا كله في جملة بقول أرجوك قرب وبعد قرب. أنا طماع، والطمع وايد زين إذا كان علشان أوصل لمرحلة الطمأنينة والعيشة بدون ضياع. هذول ال3 كلمات استخدمت لك إياهم بكل الطرق الممكنة. بشنو بعد تبيني أقول لك إياهم؟ أضيع؟ ضايع إذا مو أنت كنت القلب اللي راح يسكنني، وضايع إذا مو أنت البني آدم اللي قدر أنه هو يوقف وياي ويكمل معاي حياتي. مطمن لأن أدري أنك ما راح تكسر فيني، ومطمن لأن أدري بأن أنت راح تحبني بالمقابل. وعايش، نعم عايش في حيرة من أمري بين ضياع وطمأنينة. بس خلاص 3 كلمات المفروض أنهم يشرحون حالتي، يعفسوني زيادة. بس هذا وضعي. تخيلوا بأن حتى أحاسيسي داخل كذي قاعدة تناجر وقاعدة تهاوش، وبس القلب بروحه يصرخ قرب وبعد قرب وهم قرب. بس صدق عرفت وين ألاقي الحل. لما أكون يمك ويبوني أوصف حالتي بقول ضايع بين خايف وبين فرحان، وبقول مطمن لأنه هو يحبني. إلا قالوا لي عايش بقول لهم نعم عايش اللحظة بطمئنان.